السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة معايا أكلة سهلة وبسيطة واقتصادية، مكرونة الأفراح. حاجة كده في منتهى الجمال، تنفع غدا تنفع عشاء خفيف، سهلة جدا جنب شوية بطاطس محمرة، جنب حبة مخلل، جنب بانيه، جنب فراخ. تنفع لوحدها كمان، سهلة جدا وهتطلع منكو مفلفلة جدا وبمكونات سهلة وموجودة في كل بيت. لو وصلتي معايا لحد هنا يا حبيبة قلبي ما تنسينيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك من قناتي كل جديد. واتمنى اعرف رايكم في الوصفات اللي انا بقدمها. اول حاجه هنا معايا طبعا الحله سخنتها كويس وحطيت فيها شويه من الزيت. بعد كده هابدأ أحط المكرونة بتاعتي وهابدأ أحمر المكرونة بتاعتي كويس جدا لحد ما كلها تتحمر. معايا هنا طبعا احنا عرفنا ان الطماطم بقت غالية دلوقتي والبصل، وعشان تعملي شوية مكرونة وجنبهم شوية بطاطس بتتكلف، فاحنا المكرونة دي سهلة جدا يا جماعة وبسيطة، ومش هنحتاج الا كوباية من الطماطم بس، عصير الطماطم. ممكن كمان تستبدلي كوباية الطماطم دي بكيسين من الصلصة، معلقتين أو 3 معالق كبار من الصلصة، مفيش أي مشكلة، ده ينفع وده ينفع. بدأت كده أحمر المكرونة اللي معايا، بدأت أحمرها كده زي ما انتوا شايفين، خدت اللون الذهبي الجميل. أنا اللون ده اللي أنا محتاجاه، ما نزودش فيه التحمير بتاعها، أولا عشان ما تتحرقش وتمرر والأكلة تبوظ وتبقى طعمها مش كويس. هنا بعد كده هبدأ بقى طبعا الطماطم عندي، انا خلطت بالظبط ربع شفشق طماطم، عليه سنة من البابريكا وفلفلاية رومي صغنطوطة كده، ممكن نستبدلها بفلفلاية حراقة لو انتوا بتحبوا الحراق. هبدأ بقى أطعم المكرونة بتاعتي بحاجات سهلة وبسيطة جدا، مكعب من المرقة، ملح وفلفل أسود وسنة بسيطة من الكزبرة الناشفة. حاجات سهلة جدا يا جماعة، وبجد المكرونة ما خدتش معايا 5 دقايق في العمايل، وبالظبط 10 دقايق على النار على ما استوت. هبدأ بقى أقلب بقى كل المكونات في بعضها والبهارات والكلام ده كله، عشان المكرونة تشرب من الصلصة والطماطم وتشرب من البهارات كلها. بعد كده هبدأ أجيب بقى مجين من نفس المج اللي أنا حطيته الطماطم. طبعا عايزة أقول لكم إن الريحة كده خرافية وتحفة جدا. هابدأ بقى أجيب مجين من المَيّة السخنة، أنا سخّنت مَيّة نفس المَج اللي أنا أخدت فيه الطماطم، هابدأ أحط منه مَجّين وأقلّب بقى إيه، المكرونة وأسيبها تتشرّب، وهاغطّيها وطبعًا عينينا عليها عشان هي ما بتاخدش وقت خالص يا حبايب قلبي على النار. زي ما انتوا شايفين كده مفيش بالظبط 5 دقايق. هبدأ بأول ما تبقبق كده معايا وتبدأ تتشرب، هبدأ أهدي عليها النار خالص لحد ما تستوي. بسم الله ما شاء الله، طالعة حلوة جدا ومفرفرة كده وما فيهاش يعني مش معجنة ومش لازقة في بعضها، وسهلة جدا يا حبايبي، وبألف هنا وشفا، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم.